السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي في كل مكان في الوطن العربي والوطن الإسلامي. تحية لكل عربي، تحية لكل مسلم في كل مكان، تحية للعالم كله. يا رب تعيشوا في سلام وأمان. قصة من التاريخ، قصة واقع مش ضرب شماريخ، قصة حكاها الطفل وهو بعد ما سمعها من الشيخ. قصص العرب قصص من نار ومن لهب، قصص فيها التراب وفيها الذهب، قصص فيها التراب وفيها الذهب، فيها الخيال وفيها العجب. قصص ساعات بتبقى نهاية سعيدة ونهاية غير سعيدة، بس أكيد بالنسبة لكم قصة جديدة. مش بنقول التاريخ بتواريخه وأرقامه، بنقول التاريخ بمعانيه وعبره وعظاته. قصص بنتعلم منها نستفاد منها. قصتنا النهاردة عن واحد اتكلمنا عنه كتير وعن أهله كتير، بس هنتكلم عن حاجة حصلت معاه قلناها قبل كده بسرعة، بس النهاردة هنقولها بالتفصيل. استنوني لحظات وهرجع لكم. رجعت لكم تاني حبايبي وحشني. هنتكلم في حلقة من حلقات ارجعوا ليها اسمها هاني ابن مسعود آل شيبان. ذكرنا ان كسرى غضب على النعمان، بس ما قلناش ليه وازاي والتفاصيل بتاعتها. النهارده احنا جايين نقول ليه كسرى غضب على النعمان ابن المنذر. ولو عاوزين تعرفوا قصة هاني ابن مسعود ابن آل شيبان ارجعوا لها في حلقة قبل كده عملتها. النهارده هنتكلم كيف ايه السبب كسرى غضب على النعمان، وازاي النعمان هرب وعمل ايه في النهاية. في البداية المنذر ابن ماء السماء امه انا قلت لكم قبل كده كانت جميلة. بعدين عيلة النعمان ابن المنذر من العرب بس الحلوين اللي وشهم محمر وحلو كده، شبه حسين فهمي كده، يعني من الجمال بتاعهم زي حسين فهمي كده، زي جمال حسين فهمي. كان من العرب الحلوين قوي، العيون السوداء والواسعه والبياض بحمار، كانوا جمال جدا لدرجه انه العرب كانوا مسمينهم الملوك الاشاهب او الشهاب، يعني منورين قوي قوي زي القمر كده، وشهم منور. المهم كسرى قال للنعمان، قال له اديني فرس اصيل عربي اصيل. الفرس العربي الاصيل دي يا اولاد ويا جماعه بالنسبه للعرب زمان كان حاجه خيال. الفرس بتاع العرب لغايه دلوقتي ملوش مثيل في الشماخه، في القوه، في السرعه، في العزه النفس، يعني حاجه رهيبه. العربي كان بالنسبه له الفرس ده رمز العزه، وجامت حروب مع بعض بسبب فرس. يعني في حرب قامت بين عبس وذبيان بسبب فرس. الفرس كان حاجه غاليه. المهم كسرى قاعد مع النعمان كان عامل ليه، شرحت لكم يعني ايه كان كسرى كان بيحكم، بس ناس بتحكم مكانه يعني، بس من العرب. النعمان ابن المنذر قاعد جنب كسرى. بعدين كسرى قال له ايه، انا عاوز فرس من عندك، فرسك الاصيل العربي. طبعا النعمان مرضيش، الفرس عزيز عليه قوي. بعدين في واحد من العرب اسمه زيد بن عدي العابدي. النعمان كان قاتل ابوه، يعني النعمان كان ابوه غضب على ابوه وقتله. راح عند كسرى وكسرى غضبان وبيقول ما رضيش يديني فرس، وبعدين قال له يا عم كسرى، يا عم فوق فرس مين ده، عنده اخوات وعنده بنات زي القمر، عنده بنات وعنده ولاد، عنده بنات وعمات وخالات ونساء زي العسل، عينيهم سودة زي سواد البقر. عيون البقر كان زمان الفراعنه بياخدوها رمز الجمال،
بقرة عينيها واسعة وبيضة وسودة قوي وعينيها واسعة، كانوا جميلة. المهم النعمان وراح عند كسرى، بعدين كسرى قال له انا عاوز اتجوز بنات بيضة عينيها واسعة طويلة عريضة، عينيها سودة وواسعة وكده بيضها بلون زي البقر كده، عينين البقر. بعدين النعمان فهم ان هو الكسرى عاوز بنت من بناته او عمه من عماته او خاله من خالاته، يعني واحده من اهل النعمان. بعدين النعمان قال له لو انت عاوز عندك فارس بنات كتير حلوه، بس عندنا احنا ما فيش حد يلزمك او ما فيش حد ينفع لك، مش هينفع. المهم كسرى غضب، راح النعمان لمين؟ لزيد. زيد ابن عدي، زيد بن عدي طبعا هو بيكره النعمان. راح لكسرى وفضل يقول له ده هو مش عاوز يديك الفرس، هيديك بناته، هيديك خالاته، هيديك عماته. يا عم ده النعمان افترى، ده النعمان شايف له شوفه، ده النعمان ممكن ياخد منك الملك والكلام ده. طبعا كسرى عشان كان اهل فارس دول كانوا يعني ما عندهمش قلب، يعني شداد كده، فظاع يعني رهاب، طبعا مش طبع البشر. قال له لا انا عاوزك تجوزني. هو طبعا ما رضيش، بعت له حد يحارب عليه. النعمان سمع بالحكايه دي وان كسرى هيجي يدمره، لم سلاحه وراح يلف على قبائل العرب. اول راح عند جبل طي، قبيله طي دي اللي جنب عبس، اللي كان بتقوم بينها غارات بينها وبين عبس. بتوع عبس قالوا له ايه انت جايين هنا تتحامى فينا عشان انت واخد واحده مننا، هنحسبك تحسب هنحميك؟ لا مش هنحميك، ده احنا لولا انت مناسبنا كنا جدرناك. احنا جت كسرى لف للعرب كله، لف عند العرب كله، محدش فيهم رضي يدافع عنه وكله طنشه، لغايه ما راح عند واحد. عارفين مين الواحد ده؟ استنوني لحظات وهرجع لكم. المهم يا شباب، النعمان بن المنذر لف على العرب كله، وزي ما انتم عارفين العرب لا عزة له الا بالاسلام، ده امر طبيعي. في اي وقت في اي زمن لا عزة للعرب الا بالاسلام. سبحان الله، ربنا حط قانون كده، العرب مشوا على الاسلام تمام التمام، ما مشوش عاشوا طول عمرهم في ذل وهوان. بعد العرب كان ضعيف وكان بيخافوا من كسرى. النعمان ده كان ملك من ملوك العرب بس كان تابع لكسرى، وكسرى امره بحاجه رفض، خلاص كسرى حب ينهيه يفنيه من الحياه. لف على العرب كله ما حدش رضي يساعده الا واحد اسمه هاني ابن مسعود آل شيبان، اللي احنا حكينا قصته، لو انت عارف، لو عاوزين ترجعوا لقصته. راح له النعمان بعد ان هاني قال له انا كده كده هحميك، كده كده هحميك، بس انا عاوز اقول لك راي. قال له قول الراي. قال له انت تروح تعتذر لكسر ويمكن يقبل عذرك، لو انت فضلت هارب هتبقى عايش مذلول. العرب هتلاقي الناس الاوباش ياكلوا فيك ويخلصوا مالك، يستفزوك، يعني يقولوا لك هنحميك وادينا مالنا والكلام ده. وممكن حد ياخد فلوسك، كان زمان بيحصل كده، يعني واحد يروح يتحامى عند حد ياخدوا فلوسه قبل الاسلام، ياخدوا فلوسه ويقولوا له خلاص ما مالكش حاجه عندي. انا من رايي تاخد تحط حاجتك هنا وتروح لكسرى تعتذر له. قال له طب وبناتي يا هاني؟ قال له بناتك والأدرع بتاعتك والفرسان بتاعتك عندي أمانة، هترجع بالسلامة هتاخدها. بناتك بنات العرب كلهم تمام؟ قال له تمام. ركب
النعمان وراح عند كسرى. وهو راح عند كسرى شاف مين؟ شاف صاحبنا زيد ابن عدي. بعدين النعمان فهم ان اللي بيقوم عليه كسرى هو مين؟ زيد بن عدي. بعد النعمان قال له والله لا افعل فيك زي ما عملت في ابوك، يعني هقتلك زي ما قتلت مين؟ زي ما قتلت ابوك. خلي بالكم زيد ده ليه حكايه وليه اخوه ليه حكايه، هحكي لكم المره الجايه. بعدين زيد قال له هتعمل ايه؟ انت كده كده ميت، مش هتخلع منها. والله انا عملت لك حبال وربطت لك وظبطت لك الموتى، بحيث لو انت فرس ارن، يعني فرس فتوه وسريع وقوي، مش هيفلت ابدا، انت ميت ميت. النعمان قال له خلاص هنشوف. مشى زيد ودخل النعمان عند كسرى. بعدين كسرى ايه؟ كسرى قال له فين ايه اللي انت جاي عنه؟ بعدين النعمان قال له انا اسف ومش عارف ايه والكلام ده. بعدين النعمان قال كسرى قال له لا، انا ما ينفعنيش الكلام ده، الكلام ده ما ينفعنيش، وانا مكدبك. بعدين قتله وموته، وبيقولوا حبسه لغايه ما مات، وبيقولوا ان هو مات في الطاعون. مات في ايه؟ مات في الطاعون. ادي نهايه النعمان ابن المنذر اللي كان ملك للعرب في الحيره، اللي كسرى غضب عليه طير. يعني فاهم انت؟ انت قاعد على الكرسي، انا اللي مقعدك على الكرسي، انا ممكن اطيرك طيره. يسكت كسرى؟ لا، كسرى عاوز ياخد بنات وفلوس ودروع النعمان، هيروح لهاني ابن مسعود. طبعا انتوا عرفتوا قبل كده هاني ابن مسعود رد عليه، وقامت موقعة اسمها زيقار. هحكي لكم ايه تفاصيلها المره اللي جايه، استنوني. وما تنسوش لو عجبتكم القصه لايك وشير وفعل الجرس، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.